برشا مشاكل، تظلمت برشا، ولدت انسان عادي. يتنحى اسمك، يتحط اسم اخر، غاديك وين صار خطا، معناها نجم نقولوا خطا طبي، معناها صارت حكايه نتاع اعصاب، معناها زريقه الى حد الان الامور مازالت فلو. بديت نفهم اللي انا انسان كما نقولوا بارابول صغيرات مانيش طبيعي، اللي انا فيها حاجه سبيسيال. واكثر حاجه كانت معناها النظره القاسيه هي اللي اثرت فيها برشا برشا. وزاره التربيه ابارامون في بالهم العباد معناها ان هانديكابي، معناها مورون. احنا قبل هانديكابي ديريكت ديسبونس ما يعملش سبور. معناها كنت الحاجه اللي انا محروم منها ونحبها، لقيتها قاعده معناها تتمارس بطريقه معناها علميه، عباد اوبجيكتيف، عباد تسافر. اكثر موقف اللي انا يعني ما ننساهش، معناها تحرمت من اولمبيك نتاع 2008. انا قبل بامال دو فوا معناها حب كيما نقولوا باش يوقفني على الرياضه، حب يبدلني. مي انا كنت كل عام نطرد، كل عام ينحيوا له الشاز نتاعي، كل عام تصير مشكله. خلقت الكروسه ما نعمل كان كروسه. أهلا ومرحبا بكم الناس الكل في بودكاست بوديوم اللي نستضيف فيه في كل حلقة بطل من أبطالنا في مختلف الرياضات. ضيفنا اليوم هو نجم من نجوم رياضيين نخبة. ضيفنا هو رمز للكفاح، رمز للمثابرة، رمز للطموح، رمز للمجد، هو رمز من رموز التتويجات في المستوى العالمي. بطلنا اليوم هو نجم من نجوم الرياضة التونسية والعالمية. ضيفنا توج بالعديد من الميداليات الذهبية، الفضية والبرونزية. ضيفنا في رصيده 4 أرقام قياسية في التي 34، بقاو منهم كان 2 أرقام أكهو. ضيفنا عاش طفولة خاصة ومن الضعف صنع قوة، وخلى أي إنسان يقابله ويحس بالفخر نظرا للنجاحات اللي حققها في مسيرته الرياضية. ضيفنا هو البطل التونسي العالمي وليد كتيلة. مرحبا بك وليد. مرحبا يا احمد. نبدأ من الأول. وليد، أنت بطل العالم اليوم، كيفاش نجم نقدم وليد كتيلة اليوم للشارع الرياضي اللي هو غني عن التعريف؟ وليد كتيلة، اسم كبير، اسم ذهب، الصورة في الرياضة هذه. هذا هو مسيرة كبيرة، برشا حاجات نحكي فيهم ونعرفوهم. به نبدأ من الأول. وليد ممكن ما يعرفوش برشا عباد اللي أنت تولدت يعني طفل طبيعي عادي جدا، ولكن في كي شفت معناها حتى البودكاست اللي سجلوا معك قبل إنه ظهر لي فما خطأ طبي صار خلى منعرج في حياة وليد منذ الطفولة معناها. صحيح، معناها تولدت إنسان عادي. هذيك هي الحياة كما نقولوا. في عمر العامين جاتني مناجيت، كما أي عائلة باش نلتجئوا للطب. غاديكا وين صار خطأ، معناها نجم نقولوا خطأ طبي، معناها صارت حكاية نتاع أعصاب، معناها زريقة إلى حد الآن الأمور مازالت فلو. هذا هو اللي صار. كيفاش عشت طفولتك وليد، خاصة بعد أكيد ما معناها إنسان يسمع إنه الخطأ طبي خلاه في الحالة هذيك في أول الطفولة معناها؟ أنا وقتها صغير، وقتها مش كيما توا، معناها كيما نقولوا العائلة معناها عملوا اللي عليهم، طبعوا طبيا، معناها سكروا عليهم البيبان. هذاك هو اللي صار. انا فتها المرحله هذيك. عشت كأي انسان عادي، معناها نقرا، نلعب، معناها الفتره هذيك الى كما نقولوا العمر معين دخلت في سن المراهقه. وفي سن المراهقة ظهر لي غاديك هو كان منعرج زادة آخر في حياة وليد، إنه خلاه حتى يعني ياخذ منحى وقرارات أخرى معناها. صحيح، معناها سن المراهقه كان صعيب، معناها الانسان يبدا يكتشف نفسه، يبدا يفهم، يبدا يحس. بديت نفهم اللي انا انسان كما نقولوا بارابول صغيرات مانيش طبيعي، اللي انا فيها حاجه سبيسيال. في المرحله هذيك معناها بديت ندخل بعضي. فما برشا حاجات وقتها مش متوفره، حتى على الكوتي معناها بسيشيك، الامور النفسيه بدات تدخل بعضها.
معناها كيما نقولوا اللي صار معناها اول حاجه تبدا تتسائل، تبدا معناها نقولوا فما كولير كبير، فما تساؤلات كبيره. كرهت القرايه. وفي الحياه هذيا كيما نقولوا ساعات فما مثل هو يقول لك لعل فيها خيره. بالنسبه لي انا كانت منعرج جديد في حياتي اللي سطر لي حياه وسطر لي برشا حاجات في المستقبل باهي. شنو هي اكثر حاجه خلتك تكره القرايه وليد في الفتره هذيك معناها؟ معناها تلقى روحك يعني قلت لك انا هل هو كنت الاختلاف معناه والا الظروف في حد ذاتها في المؤسسات التربويه معناه إمم، هو اللي خلاك بالحق معناه انك انا سي بون نحس في روحي معناها رزين ممكن على العباد، أيوه. نحس في روحي مختلف برشا على العباد، هو اللي خلاني نبطل القرايه معناه. هو الاختلاف والوعي. العقلية برشا حاجات معناها في اللاج هذيك اللي أنا صغير. ما زلت صغير، ما زلت قاعد نكتشف. نلقى روحي تو دان كو دخلت في حياة أخرى، معناها كنت في حياة معناها نعيش مع عباد عادي، معناها عمرها ما صارت لي هكا كام تاع ديفيرونس ولا حاجة. تو دان كو نتعدى الكوليج نلقى كل شيء معناها من الكوليج للدروج اللي كما نقولوا الزملاء اللي يقراوا معايا تبدلوا الكلام النظرة. واكثر حاجه كانت معناها النظره القاسيه هي اللي اثرت فيها برشا برشا. وحتى في الكوتي هذه حتى في كوتي رياضه زاده انك انت حكيت قبل زاده وتكلمت على نقطه يعني الديسبونس في الرياضه لذوي يعني الاحتياجات الخاصه معناها انت حتى نتصور انك ضدها معناها الحاجه هذه. صحيح انا قلت لك حكايه عقليه معناها وزاره التربيه ابارامون في بالهم العباد معناها ان هانديكابي معناها مورون اللي هي بالعكس. الهانديكابي انسان عادي معناها عنده حياه عنده امور. صحيح عنده اعاقه في حياته مي راهو بدنه صحيح 100%. مش معناها هو مغون ولا راهو عنده جايع ولا يعيش يعني قلت لك حكايه عقليه اللي هي معناها نورمالمون تبدا من الصغرى، تبدا كيما نقولوا من الهياكل من وزاره التربيه. نحن قبل هانديكابي ديريكت ديسبونس ما يعملش سبور، اللي هي هذه بالحق اكبر غلطه في تونس. اليوم انت مع اعاده النظر في هالقرار هذا خاصه انه نشوفوا وليد اليوم ما شاء الله شامبيون دو موند معناها شامبيون اولمبيك شامبيون في اي محل معناها يحط فيه يعني وليد الكروسه نتاعو ويشد معناها البيست وما شاء الله معناها تونس الكل تبدا معناها معامله على الذهب قبل كل شيء معناها. صحيح معناها الحمد لله انا توا ريفيرونس. ونحاول كما نقولوا كما نقولوا الخبره واللي تعديته هذا الكل باش نبسطوا ونوظفوا معناها في الحياه الاجتماعيه هذيا. بون فما حاجات بدات تتبدل معناها انا فرحان كي نشوف معناها عقليه خاطر ماك تعرف معناها كلمه عقليه راهي مش باش تبدل في ليله ونهار. معناها لازم سنين وسنين باش توصل تتبدل معناها كما نقولوا من فوق من اعلى هرم في السلطه باش تتبدل الامور. فما حاجات قاعده تتبدل ومازال وان شاء الله معناها تصير هكا كما نقولوا الانتيغراسيون معناها مع وزاره التربيه وتتبدل اكثر تتحسن الامور. وليد كيفاش كان يعيش قبل اقتحام عالم الرياضه؟ كنت نعيش كما نقولوا اللي في عمري. كنت اجيتي كنت عندي عالمي عندي صحابي الى ان صارت الحكايه هذيا معناها بطلت القرايه. وقتها مع العائله وقتها باش يشوفوا لك الحلول باش يشوفوا لك مستقبلك. معناها خيرت اني باش نعمل كما نقولوا فورماسيون. في السونتر الفورماسيون هذايا معناها كنت انا اجيتي كل شيء. شافني ان انترونور اللي هو مشكور بالحق معناها اللي عنده كما نقولوا سبب كبير في اللي انا فيه توا معناها رضا السوداني شكر كبير. شافني قال لي راه فما رياضه معناها نتاع ديزونديكابي كل شيء. علاش ما تجربش. جربت مشيت. مشيت لاستاد المنزه شفت لقيت فما حياه لقيت فما عباد معناها. باهي لقيت ديزونديكابي كيفك انت معناها كيفاش كانت الانتيغراسيون معناها خاصه انه انت كنت في مجتمع انه فيه معناها زملائك في الدراسه كانوا ينظروا لك نظره مختلفه كي وليت مع عباد معناها في السونتر حاسس ما في بالي انه هو اصلا لذوي الاحتياجات الخصوصيه معناها يعني عباد معناها كيف هم ينجم يكونوا بالكروسه ينجم يكون عنده حاجه اخرى معناها دونك كيفاش كان الانتيغراسيون نتاعك في وسط السونتر هذا؟ الانتجراسيون من الاول كانت صعيبه شويه. بالنسبه لي انا زاد لو دخلت في عالم جديد. صحيح انا كنت كما نقولوا حامل الاعاقه. ما كانت قبل حياتي معناها لونتوراج نتاعي اصحابي معناها كلهم عباد فاليد لاباس عليهم.
كي دخلت معناها للسونتر هذايا معناها لقيت معناها عباره عباد كيفي، عباد حاملين الاعاقه. انا بدي معناها كنت شفت حاجات جدد، معناها شفت عالم جديد، معناها اكتشفت كما نقولوا موند وعالم جديد موازي في الحياه هذه. بعد كي دخلت للسبور معناها مشيت، شفت لقيت كما نقولوا اللي هي كانت قبل الحاجه الخايبه البوان فيبل اللي هي انا كنت في الرياضه ديما ديسبونس. لقيت عباد عايشه، عباد عندها اوبجيكتيف، عباد تترينا، عباد تهز في الحديد. معناها كنت الحاجه اللي انا محروم منها ونحبها. لقيتها قاعده معناها تتمارس بطريقه معناها علميه، عباد اوبجيكتيف، عباد تسافر. فوالا جربت. صار كيما نقولوا كود فودر. بينك وبين الرياض، اي معناها خاصة انه هاي معلومة ممكن انك انت اخترت اصعب رياضة اي في رياضات النخبة معناها. انا تاثرت وقت اللي اول مره دخلت لقيت عباد تترينا معناها بالكرسي، معناها بالعدو على الكراسي. الرياضه هذه بالحق صعيبه على الاخر. من الاول معناها كي باش تدخل راك باش تحكي على سنين من الاول، فماش هذا عام واثنين وثلاثه. حبيتها. لقيت عباد سبيسيال برشا، معناها خاطر نحنا نقولوا اللي يعمل الكروسه الكرارسي لازم تكون في مخك قوي في بدنك، تكون سبيسيال على الاخر. معناها لازم تكون معناها كما نقولوا كيفاش الكلمه هربت من مخي. تكون قوي معناها بدنيا وظهريا وفكريا لازم وفي تكون كل النواحي لازم معناها. تكون قائد وبرشا حاجات. حبيت الرياضه هذه اخترتها. دخلت فيها. اي دوبوي اي دوبوي هذيك قعدت 10 سنين. هذيك المرحله الاولانيه. قعدت 10 سنين مرحلة أولانية. كيفاش لو كنت تلخص ال10 سنين الأولانية معناها كيفاش ال10 تكون؟ سنين توا ريت كي نتفكرهم عباره تعدوا ثواني في حياتي. برشا مشاكل، تظلمت برشا. خاطر الرياضه الفرديه في تونس مظلومه برشا. من ناحية مظلومة؟ مظلومه مش كيما قبيله كيما حكينا، معناها مش كيما الفوت، معناها لعبه شعبيه. لي سبونسور معناها يبداو يجريوا، معناها حتى كي تشوف توا المستوى معناها هابط وكل شيء ما على بالهمش. الدوله تصرف، لي سبونسور يصرفوا. هذيك هي اللعبه الشعبيه نتاعنا، فهمت. مي الرياضات الفرديه كما نقولوا بالحق مظلومه، مش لاقيه حظها. وزاره باش تلقى روحك معناها وزاره تصرف وحدها، وزاره باش تقسم معناها البيدجي، تقسم الفلوس اللي عندها معناها على الرياضات الكل الفرديه. سي سا. نرجع ل10 سنين. ال10 سنين كما قلت لك انا دخلت صغير. دخلت تو دانكو، كنت في عائله، كنت في مع زملائي، كنت نقرا. دخلت في نلقى روحي في معترك الحياه. معناها الكلمه بحسابها. لازمك تتصرف كالكبار. معناها ولا عندك اوبجيكتيف. معناها برشا حاجات من هذا القبيل، فهمت. كما تعرف انت معناها يتنحى اسمك، يتحط اسم اخر. مشاكل الترانسبور، مشاكل المعيشه. معناها انا لازم نمشي للمنزل باش نترينا معناها 2 فوا باغ جور. لازمك باش تقعد باش ترتاح تتصرف امورك، باش تاكل امورك. معناها برشا حاجات بالحق، برشا تعب. في الشتاء بالحق لازمك تترينا معناها اون بلان اير، في الصيف محروق في الشمس. هذا هو ما بالنسبه لي انا. هذا كله يدخل في بنة الرياضة، وداخل انك باش تبني كما نقولوا عقل، وباش تبني جسم سليم. أكثر موقف ظلم تعرضت له في الفترة هذيك؟ اكثر موقف اللي انا معناها ما ننساهش، معناها تحرمت من اولمبيك نتاع 2008 بكين. معناها عامل مينيمام تاعي، اموري مريقله، يتنحى اسمي، يتحط اسم تاع طفله. هذا هو معناها وقت اللي تكلمت قال لك هذاك هو سيستم. تحب تشكي برا اشكي فوالا. كيفاش عشت اللحظة هذيك؟ فترة صعيبة. عشت فترة بالحق صعيبة. وقتها هما سافروا للبارالمبيك، أنا قسيت. عديت فترة معناها برشا كولير، برشا غش، ما نحكي مع حد. فوالا الحمد لله اللي من بعد نجمت معناها
نرجع نجمت نتمالك نفسي. ديما كانت فما حب معناها للرياضة، حب للحاجة اللي أنا نعمل فيها. هذا يعاوني برشا برشا في باش نكمل. في الفترة هذيك انت حكيت زاد على تعب برشا في وسائل النقل، وخاصة انك عندك قصة مع المتروات. أيوي. لو كنت تحكي لنا هالقصة هذه. في الوقت هذاك معناها نترينا في، أنا كنت نسكن في منوبة. نترينا في المنزل باش نتنقل غاديكا باش نمشي بالمترو، اللي هو المترو بالنسبة لي أنا كما نقولوا أسهل من الكار وأسرع. ناخذ زوز متروات مترو باش الكات ومن نوصل. بعد نبدلوا في باساج ناخذ مترو 2. أي. إبا تكتشف حاجة أخرى، تكتشف نوع متاع عباد أخرين في المترو كيفاش يبداو متقلقين منك، تقول طالع أنت يبداو عاملين عليك مزية، فهمت؟ باهي هذا كل معناها هذا تابع الرياضة، تابع الباركور، تابع اكثر كل شيء. حاجة كانت ديما تسمعها وتقلقك وليد في الفترة هذيك؟ في الفترة هذيك بون كلمة برشا كلام. في الفترة هذيك مسكين الفازات هذوكم وقتها يقلقوا برشا. في الوقت كي تسمعهم وليد شنية كان يجي على بالك؟ ما جيش نهار خممت كيف الفترة هذيك انك انت فك عليا مش مرزني مش موصلني في الحكاية هذية، والا لا شديد صحيح باش توصل الى ابعد الحدود؟ والله أنا وقتها بديت نتقبل معناها سيدي جا معناها في الفترة هذيك الكل. بديت كما نقولوا بالقبول. بديت نتقبل في روحي، نتقبل في ذاتي. بديت نصنع في طريق. معناها فوت برشا حاجات معناها الكلام، الهانديكاب ككل، معناها المصالحة مع الذات قبلتها، معناها بديت نحب فيها معناها اترافيغ السبور اللي نعمل فيه. ما عادش تعنيني خاطر انا كيما قلت لك هذيك المملكه نتاعي، انا كي نمشي المنزل ندخل غادي نخلي كل شيء ورايا. معناها الهانديكاب ما عادش موجوده في حياتي، ما عادش فما حاجه في حياتي باش عقبه باش توقفني. نمشي غادي جوي عالمي معناها رغم اللي بالقليل ما فماش وقتها الامكانيات، ما فماش فلوس، ما نروح بالحق اخر النهار معناها فرحان ساتيسفي شيخ. شنو الفرق ما بين وليد كتيلة قبل اقتحام عالم الرياضة ووليد بعد يعني اقتحامه لعالم الرياضة يعني وشد ثنية البروفيسيوناليزم معناه؟ شنو الفرق بين الزوز الشخصيات؟ فرق كبير. توا نحكيو على نضج، نحكيو على معناها مكانة في المجتمع، نحكيو على برشا حاجات حققتهم. معناها وليت ليدر، طبيعتي تبدلت، شخصيتي قويت. برشا حاجات باهية. قبل كنت بون مع زاد راهو فما لاج صغير، فما فترة المراهقة. معناها ريت كي باش نحكيو معناها في ال20 سنة متاع كارير اللي عندي، معناها تعديت كيما نقولوا بمراحل، قاعد نكبر بشوية بشوية، قاعد ننضج معناها كسوة في حياتي كسوة رياضيا للي وصلت للمرحلة اللي أنا فيها توا. بصراحة وليد لو كان يرجع بينا الوقت اليوم ونرجعوا إلى بداية وليد وهو عمره عامين، ديك الفرصة باش تعاود تمشي وتخفى على ساقيك، هل ترى تقبل انك تعيش معناها عادي معناها وتضحي معناها بالكارير دي كلها، والا لا تعاود تعيش نفس الحاجة من الأول بصعوباتها بظلمها باللي حسيته في المشوار هذه كله معناها؟ والله شو نقول لك، سؤال صعيب. ما انا ريت ان قبل ما نجاوبك عليه اللي انا فيه توا معناها فرحان برشا. فرحان برشا بالحياة اللي انا توا قاعد عايشها. فرحان برشا اللي عملته. عملت برشا حاجات، وصلت لمكانة كبيرة. بالنسبة لي انا ما نصورش روحي معناها نعيش في حياة اخرى معناها كما الحياة هذه. انا كانت تتعاود الحياة نختار اني باش نكون معناها كتيلة، اللي حامل إعاقة، ونعاود نفس الباركور ونكون معناها مقتنع وساتيسفي على الآخر. للدرجة ذي حبيت الهانديكاب وليد؟ شوف راه مش بالسهل. راه وريت كي باش نقولوا احنا رانا تقبلت، وانك باش تحب راهو فرق كبير كبير. معناها توا فما صغيرات وفما عباد معناها كبروا وتوا معناها ما وصلوش باش يتقبلوا الهانديكاب نتاعهم، فهمت؟ انا تقبلت. انا خاطر كما قلت لك راهو طبيعتي شخصيتي معناها قويين برشا. اخترت اني باش نكون معناها قوي، اخترت اني باش نكون في المجتمع معناها فاعل. ما اخترتش اني كنت نجم انا نعيش مع دارنا، نعيش الانسان المسكين يجيبولي يهزولي.
انا حياتي بالحق تو سبيسيال على الاخر، معناها اوتونوم، نعيش وحدي، عندي حياتي، عندي رياضتي، عندي حياتي الاجتماعيه لبرا، مشروعي اموري، معناها ساتيسفي على الاخر، فهمت. باهي. أه وليد، بعد ظلم أولمبياد بكين 2008 يتحقق الحلم، ووليد يعني يمشي ويشارك في أولمبياد 2012. صحيح، بعد 2008 يعني قلت لك خذيت الفتره نتاعي، تغششت، عملت كل شيء. رجعت سيزون جديده، رجعت لحلمي لحياتي، خاطر انا ملي دخلت معناها خذيت وعد على روحي، قلت لي انا باش يجي نهار نولي بطل العالم. على خاطر اول خرجه معناها كي خرجت مشيت لسويسرا اللي هي كما نقولوا المنبع نتاع الرياضه نتاعي، فهمت. شفت حاجه اخرى، شفت دي شامبيون، شفت عباد، بديت نفهم شو معناها كلمه معناها ان شامبيون، معناها راك مش شامبيون راك سي بون هزيت ميداي توفى غادي، معناها شامبيون راك تولي ريفيرونس، راك تولي قائد ليدر، معناها تحاول معناها كسوة رياضيا اخلاقيا باش تعاون وباش تقدم باش توري تصويره البلاد. انا فهمت برشا حاجات، خاصه كما نقولوا على السنين الكل اللي الكيميول نتاع السنين اللي تعديته، فهمت. باهي، في أول مشاركة وليد يطلع على البوديو. وي بون 2012 معناها كانت اول مشاركه كبيره لي انا، فهمت. أي. اما راه قبل معناها شاركت مشاركات، معناها كنت معناها عشت دي مومون صعاب، كومبيسيونيت، خسرت، ما ترشحتش، هذيك هي معناها الحياه لكن الرياضي الرياضيه. النخبة ديما يلعبوا على الأولمبياد إنه هو المسابقة نحنا الكبرى. بالنسبه كي باش تحكي انت كسبورتيف، معناها بالنسبه لي نحنا الحلم انك باش توصل تعمل كاليفيكاسيون معناها الجو كسوا اولمبيك ولا بارالمبيك. انا وقتها حققت الكاليفيكاسيون، بالنسبه لي انا كان هذاك حلم كبير. نحكي شوي العباد كيفاش تصير الكاليفيكاسيون، يعني هذه النخبة خاصة معناها في الصنف نتاعكم معناها اللي هو تي 34. تي 34 كيفاش تصير الكاليفيكاسيون للأولمبياد؟ الكاليفيكاسيون بالطبيعه كما نقولوا معناها لونترينمون تاعك، معناها اللي هو شاق جدا، معناها باش ترينا راك مكثر الوقت في دو سيونس معناها في النهار. برشا كيلومتراج، برشا تعب، برشا مسكولاسيون، برشا حديد. في مخك لازمك تكون بالحق تحمل، لازمك تكون قوي برشا، خاطر برشا عباد معناها راهي تلاشي وتقول لك سي بون يزيني انا ما عادش نجم. الكاليفيكاسيون تصير فما كما نقولوا دي تورنوا تلعبهم، دي كومبيتيسيون، فما توقيت ادنى، التوقيت الادنى ذاك يحطك في كما نقولوا في رانكينج اللي هو كما نقولوا تابلو انترناسيونال، الترتيب العالمي يعني في التوقيت على في التي 34. في التي 34 كما نقولوا كل مسافه وعندها الوقت نتاعها، التوقيت الادنى لازمك تعملوا، ومن بعديك نجيو كما نقولوا هذيك المرحله الاولى. المرحله الثانيه كما نقولوا لازمك انت تتكلاسا كما نقولوا من لي 16 بروميير في العالم باش توصل تلعب في الاولمبيك. ومش وليد معناها عام 2012 مع وصل حقق الهدف نتاعو ولعب في الأولمبياد وحقق نتيجة جدا باهرة في أول مشاركة ليه في أولمبياد معناها أولمبياد 2012. صحيح، كانت سبيسيال برشا لي أنا، وصعيبة برشا معناها في كاريري، خاطر بعد 10 سنين معناها مسؤولية كبيرة، كما نقولوا اللونجو كبير برشا. ملي أنا ماشي معناها عارف روحي اللي أنا معني بالميداية، مسؤولية كبيرة، وكما نقولوا فيراج كبير في حياتي، على خاطر انا وقتها كان هزيت معناها نعرف روحيتي باش تبدل، كان ما هزيتش راهو بالنسبه لي انا في كل شيء، فهمت معناها. مونتالمون كانت صعيبه على الاخر، برشا ستريس، مي الحمد لله نجمت معناها نتغلب على الستريس هذاك وتألقت. روحت بزوز ذهب وقتها عندي 100 و200، كانت بدايه كبيره في كاريري. لو كان المسؤول اللي نحالك اسمك في 2008 موجود بحذاك عام 2012 شنو كنت نجم تقول؟ كان موجود هو 2012 موجود. شنو صار شي حوار ما بيناتكم؟ حوار والله باش نقول لك، بون ما نحبش ندخل برشا في الموضوع، هو توا توفى الله يرحمه. مي كنت انا قبل هو كان ديكتاتوري شويه، كان محكي مع حد، كان درا شنو يعمل اللي في مخه،
ومعناها يلزمك انت باش توصل باش تحكي معاه لازم تكون انت كيما نقولوا عندك ابوي كبير، عندك معناها تلعب على بوديوم، عندك ميداي باش تنجم انت تاخذ وتعطي. انا قلت لك نحن راه جماعه الكاروسه راه كنا سبيسيال قويين، معناها كنا نحن وقتها مازلنا معناش انا ابوي كبير، معناش بوديوم ميداي، وكنا وقت اللي نقعدوا على الطاوله راه تتكلم وتقول اللي تحب عليه وتفرض رايك، فهمت. انا قبل بامال دو فوا معناها حب كيما نقولوا باش يوقفني على الرياضه، حب يبدلني، مي انا كنت كل عام نطرد، كل عام ينحيوا لي الشاز نتاعي، كل عام تصير مشكله، ونرجع ونقول له انا راني ما تخلقت الكروسه ما نعمل كان كروسه. اي فوالا 2012 معناها قلبت الموازين الكل، اثبتت لي انا شنو وريت الكاليتي نتاعي وبدايه جديده كانت. شنو صار شي حوار ما بيناتكم بعد لي دو ميداي اللي خديتهم؟ والله الحوار شنو راهو الديسكور يتقلب، ماك تعرف انت الانسان وقت اللي يطلع في تونس راهو في لي دومين الكل، طلعت هزيت، الديسكور يتبدل، الكلام يتبدل، تولي ان شامبيون درا شنو وانتي وانا بون. احنا مش باش كما نقولوا باش نرجعوا لكن للباسي، نتصور انه وليد عنده حتى مساج معناه انه يوصلوا حتى للمسؤول، خاصه انه شخصيته قويه انا يفكروا ب ميساجي 2008 صحيح، معناه. انا ميساجي اللي وصلته اللي انا كما نقولوا خاطر في فتره ما العباد ما عندهمش فيا ثقه، معناها خاطركم كوا انا طولت برشا. هذيك هي الرياضه نتاعنا، معناها رياضه صعيبه معناها تفرق على الرياضات الاخرين. مي انا اللي حبيت نوصله اللي انا راني كنت موجود وخديت وقتي، واللي انا بالحق معناها الطالون والكاليتي موجودين، والحمد لله معناها وصلت اللي نحب عليه. الحمد لله. ومنذ ذلك التتويج يعني وليد ما شاء الله عليك ديما منور تونس، وديما ان شاء الله على البوديوم وتتويجات يعني تتويج يجيب تتويج معناها سيتون معناها بولوناج معناها تمشي وتدور. لو كان نسألك انا هو اغلى لقب عندك وليد؟ اغلى لقب عندي ولا باش نقول لك، هو شوف هي كل معناها كل كومبيتيسيون وجوها وستريسها وتحضيراتها ومشاكلها، خاطر نحن راهو الالعاب الفرديه العاب دخلت الفرديه. بعدي بالكلام. الالعاب الفرديه راهو ماهوش كيما نقولوا راهو لافيون غوز، راهو مشاكلك تبدا في الوزاره من الاول، وفيدراسيون وزاره، بيدجي كونترا، ما فماش فلوس، ما فماش فلوس تتصب في الوقت، معناها رانا باش نوصلوا نشاركوا. راني انا نورمالمون كيما نقولوا توا انا سبورتيف نورمالمون، معناها خدمتي في استاد، نلقى فلوسي حاضره مصبوبه باش نمشي نشارك باش نقعد مركز، نلقى روحي مثلا داخل في كل شيء، معناها في ريزيرفاسيون تاع طياره، ريزيرفاسيون تاع اوتيل، نحاول نولي بعلاقاتي باش نعمل حاجات زايده باش نجم نفضها في الكومبيتيونات. با فوالا هذا كما نقولوا في الداخل في صلب الرياضه التونسيه، فهمت. الاغلى اغلى ميداي عندك كنت تقول هذه نعتبرها اغلى ميداي عندي في مسيرتي الرياضيه؟ اغلى ميداي وانا من اصعب معناها الكومبيتيونات اللي هي طوكيو كانت 2021 اللي كنا خارجين وقتها من من كورونا. كورونا. تعديت صعيبه برشا، معناها في اليابان الحياه بالحق مع الكورونا صعيبه على الاخر، تحليل نهار وليل، ما تخرجش، اقل غلطه راهو تجي على برا، معناها تصور انت معناها تخسر تحضيراتك الكل، في غلطه ولا في غلطه حتى متاع تحليل تجي اوت. بالحق كانت من اصعب الكومبيتيسيون اللي شاركت فيهم. اصعب لحظه عشتها في مسيرتك الرياضيه؟ بون عشت برشا صعيب. هل اصعب؟ ما نجمش نقول لك الاصعب، خاطر انا كل اوبجيكتيف وجو وصعبه ومشاكله، فهمت. مي انا عندي طريقتي ديما نفسها، معناها نحاول مشاكلي معناها جو مادابت لكل شيء، ونحاول نتعدى معناها، وعندي قابليه معناها كيما نقولوا باش نتاقلم مع المشاكل الكل وديما قدام وكاو. تقييم وليد كتيل الانسان لمسيره وليد كتيل الرياضي؟ أه... تقييم حياتي الإنسانية، حياتي الاجتماعية، معناها فخور بروحي، فخور باللي نعمل فيه، متصالح برشا مع نفسي، حياتي معناها عندي ليكيليبر من لي كوتي الكل، ما فماش حاجة توقفني، سي ديجا هذا فخر في حد ذاته.
وليد، اكيد فما استحقاقات رياضيه تستنى فيك، واكيد فما اولمبياد معناها القادمه معناها باش تصير في لوس انجلوس 2028، تبدا تتحضر من توا بعد اخر مشاركه. لكن قبل ما نحكيو على لوس انجلوس، اخر مشاركه في الاولمبياد الاخرانيه الامور ظهري ما مشيتش معاك وليد. صحيح. صار ان انسيدون لو كان نحكيو فيه شويه معناها في باري 2024، خاصه انه التوانسه سورتو كان معاوله عليك في السبيسياليتي نتاعك اللي هي معناها 800 متر ظهري. صحيح. اول حاجه ساعه نحن بدينا بالمشكله نتاع الكرسي. نحن الرياضه نتاعي هذيا معناها تلم ما بين السيكليزم والاتليتيزم. معناها عندنا كوتي ماتريال. عباد تقدمت برشا، معناها بلدان قاعده تنفستي برشا. معناها باش نحكيو كراسي راهو باش نحكيو على 140 150 مليون توانسه راهو. معناها كرسي ايروديناميك فيبر دو كربون، شيء مهول فهمت. وانا الكرسي ماك تعرف في تونس بتيتا بتي حتى يصبوا حتى يعملوا نلقى روحنا السنين تعديو. بون جيتي اوبليجي باش نلعب الكرسي القديم نتاعي اللي هو سي ديجا خديته 2012. ما خديتوش انا معناها جي كيما نقولوا في كيما نقولوا ما بين علاقات وحاجات. من 2012 خديته معناها سي ديجا نحن وقتاش لعبنا 24 معناها سي ديجا 12 بنفس الكرسي. بنفس الكرسي اللي هو معناها انتهى توفى اكلينيكيا. لعبت بالكرسي كان سي ديجا الكرسي اموره تابعه على الاخر. وافيك سا معناها خيرت باش نكمل ونلعب بيه وكل شيء. ما مشاش الامور، مشيت في 100 متر عملت دوزيام بلاس. كنت مركز اكثر على 800. نورمالمون معناها في 800 كنت ميدايا نلعب على الذهب. دومي فينال سي بون معناها تكلاسيت الاول في المجموعه نتاعي ترشحت. في الفينال كانت سيري برشا تكتيك برشا صعوبات. في 150 الاخرى صار اكسيدون صغير اللي خرجتني من الكورس. معناها فينيش صايي 150. شنو هو الاكسيدون بالضبط باش العباد تاخذ فكره؟ الاكسيدون انك كي تضرب مع شكون معناها صار فريناج وقفت معناها باهي كيما تحتش تقلبت جمله. صاي معناها فصعوا معناها الخمسه الاولانيين الاربعه بلوتو صاي ما عادش نجم نخلط فينيش. كلاسيت 5 هذيك هي بون تغششت من الاول هبلت. هذيك هي الرياضه، هذيك هي ظروف الرياضه. الحمد لله توا وصل الكرسي جديد. بديت في الادابتاسيون خاطر عندنا بوزيسيون عندنا جلسه سبيسيال يلزمك برشا وقت يلزمك عام. قاعد نخدم عليه سي ديجا كنت في دبي. جربته في اول كومبيتيسيون. قاعد نقدم بيه قاعد نخدم والاوبجيكتيف في السنين ان شاء الله بطولة العالم في الهند بشكون ان شاء الله. وليد اليوم نجم من نجوم الرياضه التونسيه، واكيد انت مثال يحتذى به في عند وفي عينين برشا عباد خاصه لذوي الاحتياجات الخصوصيه. شنو هي رسالتك اليوم؟ تو سامبلومون انا ديما نقول معناها بيباني محلوله للعباد الكل معناها كسوا فاليد ولا نون فاليد. باش نحكيو اكثر على العباد اللي حاملين الاعاقه سورتو صغيرات. انا بالنسبه لي مهمه انا نعتبر روحي جسر النجاه. معناها نجم نعاون برشا على الكوتي بسيشيك. نجمو نفوتوها الهانديكاب معناها بالرياضه هذيا. بوركوا با معناها سورتو لي بارون معناها يجيبوا صغيراتهم نجمو نخدموا مع بعضنا خدمه كبيره معناها با فورسيمون سبور معناها حتى على الكوتي بسيشيك. نجمو نقدموا نجمو معناها نتألقوا في برشا مجالات معناها حتى ابار سبور. وليد كيفاش عايش مع النجوميه والشارع الرياضي التونسي؟ والله حياتي انا بالحق حياتي محليه على الاخر. براتيكمون خدمتي حياتي من يقوم الصباح معناها في سبور معناها اونترينمون. عندي جوي عندي رغم كيما قلت لك راهو سبور نتاعي راهو معناها متعب برشا ستريس. برشا ملل كيلومتراج فهمت. مي نعدي بتفادليكا نعدي مع خاطر نحنا اون ترافاي معناها ترافاي دو جروب. نكمل رياضتي عندي وقت راحتي عندي حياتي البرة عندي صحابي عندي اموري. وقت اللي باش نتلم مع صحابي في القهوه وقت اللي باش نخرجوا وقت اللي باش نعملوا كيما نقولوا دي بروجرام معناها. عندي زاد عائلتي معناها مسؤولين مني لاهي بيهم لاهي زاد نعيش وحدي عندي داري عندي اموري. هذا هو معناها في اللافان وقت اللي نحط راسي على المخده بالحق معناها شوي ساتيسفي وفرحان باللي قاعد نعمل فيه. برشا عباد تسأل
وليد، شكون فريق المفضل في تونس؟ ترجي، انا مكشخ وتعجبني زاد الكرة الأوروبية زاد برشا. علاقتك بالفريق المفضل، تمشي الاستاد تتفرج ماتشات ولا جست يعني متابعة يعني عن بعد بحكم التزاماتك يعني ايه الرياضية؟ صحيح، معناها بحكم التزاماتي كما قلت لك راهو نهاري يتعدى ساكري للونترينمون. نتبع نتفرج شوية في التلفزة. فوالا. كيفاش تتبع الترجي الرياضي خاصة انه يلعب على يعني باش يمثل تونس في كأس العالم للأندية معناها؟ والله حاجة باهية. باش يمثل تونس. معناها كيما انا بالنسبه لي انا في الامور هذيا كيما نقولوا لي زيكيب الكل. تخرج لبرا في كومبيتيسيون كبيره باش تمثل تونس. ان شاء الله توفيق، ان شاء الله باركور باهي. وجه البلاد. فوالا. أكثر أغنية فيراج تعجب وليد؟ أنا هي بون ما عنديش برشا مع غنية الفيراج كيما قلت لك ما عنديش برشا مع الكوره. به. الحقيقة استمتعنا معك وليد بالحوار، ونتمنى لك عايشك. كل التوفيق في قادم مشوارك الرياضي، ونتمنى زاد انه رياضيين الشبان ولا حتى يعني صغيراتنا اللي يتفرجوا في الحلقة ويكون مغروم معناها يكون خذ فكرة على أصعب رياضة في رياضات معناها النخبة، واللي يحب يوصل أكيد باش تكون أنت مثال يحتذى به في الوصول للبوديوم. نخلي لك كلمة الختام وليد. كلمة الختام. معناها المبدأ اللي نمشي بيه أنا في حياتي. ما فماش حاجة مستحيلة. معناها جوست العزيمة. معناها القلايب. وقت اللي كيما نقولوا اون فيز حاجة رانا نجمو نوصلوا لها بالخدمة. ما تأيسش راهو. معناها اونديكاب مش اونديكاب رانا بالحق معناها الإنسان يتأقلم وينجم يوصل اللي يحب عليه. ولهنا تنتهي حلقتنا من بودكاست بوديوم، وملتقانا في حلقة جديدة مع بطل جديد من أبطالنا في واحدة من الرياضات الأخرى.